بصوا بقى، انا جايه النهارده اقول لكل الناس اللي اتضايقت مني في اللانش بوكس اللي فات: معلش ما تزعلوش مني لو انا ما خدتش بالي من فكره انه يكون اقتصادي. انا النهارده جايه اعمل لكم اكتر لانش بوكس ممكن يكون اقتصادي. بس انا عايزه اوضح فكره ان هي مجرد افكار، يعني مش لازم تعملي نفس اللي انا عملته. انت خدي اللي يناسبك واعمليه، وممكن كمان تبتكري عليه افكار اقتصاديه من عندك. وانا في اخر الفيديو وضحت، قلت عايزه الناس تبعت لي افكار عشان اعملها. يعني انا زيكم بالظبط، اوقات بمل واحتار وابقى مش عارفه اعمل ايه في اللانش بوكس. وطبعا لو اي حد اداني افكار اقتصاديه هتوفر معايا ومعاكم، اكيد هعملها وعلى طول وفورا. بصوا، انا اللانش بوكس ده اخترته انه يكون اقتصادي على قد ما اقدر. ولو الناس هتتكلم على الفاكهه والخضار انا بحطهم، لان اوقات اولادنا ما بيحبوش ياكلوا السندوتشات، فلازم نديهم حاجات تديهم باور وطاقه طول اليوم عشان يركزوا ويرجع لنا كده فاهمين وما يتعبوناش في المذاكره. انا عايزه افكار تانية، واتبسطت قوي بالفيديو اللي فات. حتى لو كان فيه كلمات ضايقتني، بس بجد تفاعلكم خلاني انبسط قوي. كبرنا قوي بيكو. عايزاكم اكتر واكتر شير بقى لللانش بوكس ده، وقولوا لي رايكم فيه بصراحه. وعايزه اقول لكم ان احنا عايزين نعمل سلسله مع بعض للامهات اللي اولادهم مش بياكلوا اجبان ولا بيشربوا لبن، والامهات اللي عندهم اولاد مرضى السكر، عشان خاطر نراعي، لان بجد دول بيعانوا من ان هم يعملوا ايه في اللانش بوكس للولاد. واللي عندهم حساسيه من الجلوتين، احنا عندنا افكار كتير هنعملها.